شوكليت كيك أو جاتوه الشوكولاتة هنعمله النهاردة من غير بيض، من غير حليب، من غير زبدة، من غير ما تستخدمي مضرب أو خلاط أو أي أدوات كهربائية. هنعمله بالمضرب اليدوي العادي أو بالمعلقة أو بإيدك. بجد أسهل وأسرع جاتوه شوكولاتة ممكن تجربوه. سهل جدا واقتصادي، وزي ما انتوا شايفين كده النتيجة تحفة. أهم حاجة الطعم بجد خطير جدا، والكيك بيطلع هش جدا زي ما قلتلكم، من غير بيض ولا من غير لبن ولا من غير زبدة. هنعمله اقتصادي في البيت وهيطلع معاكي في منتهى الجمال، وبيجهز معاكي يعني بجد في 5 دقايق. فلو حبيتوا الوصفة اتفرجوا على الفيديو للآخر، واعملي لايك واشتراك في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا نسمي بسم الله ونبدأ في المقادير. هنحضر أول حاجة الكيك الاقتصادي بتاعنا الحلو جدا جدا. علشان نحضره كده محتاجة كوبايتين من المية، مية عادية جدا من الحنفية. كوبايتين كده من المية بحطهم كده في البولة. معاه كمان كوباية من السكر، سكر عادي مش سكر بودرة. كمان معايا نص كوباية من الزيت. ده كل المكونات بحطها على بعض. معلقة كبيرة من الخل. يعني ممكن كيسين من الفانيليا أو ربع معلقة صغيرة من الفانيليا، عشان بس تدينا نكهة للكيك وتزود كده الطعم بتاعه. ولكن ممكن تقدري ان انت تستغني عنه. بقلبهم كويس جدا كده بالمضرب اليدوي او بالمعلقة، اي حاجة عندك متوفرة عندك، لحد كده لما اتأكد ان السكر داب معايا شوية. زي ما انتوا شايفين استمر في التقليب بحيث ان انا اتاكد ان السكر دايب معايا وكل المكونات بقت عباره عن خليط واحد زي ما شايفين كده. بعد كده هجيب نص كوبايه من الكاكاو الخام. اهم حاجه الكاكاو يكون نوعه حلو، لان دوت يعني هيعتمد عليه طعم الكيك في الاخر. فنص كوبايه كده من الكاكاو الخام من غير سكر، وابدا ان انا انخله كده كويس جدا عشان لو في اي تكتلات كده زي ما ظهرت معايا ابدا ان انا ما تضايقنيش في العجينه بعد كده او في الكيكه. اقلبه برضو كده كويس جدا واضربه مع المكونات السايله بحيث ان هو اتاكد ان هو داب مع كل المكونات، وبقى كده يعني مفيش كاكاو باين. بعد ما اوصل كده للمرحله دي بجيب كده كوبايتين مليانين كده من الدقيق بالشكل ده، وبحطهم كده على الكيك. وبجيب كده معلقتين صغيرين من البيكنج باودر، ما يكونش يعني ما تملهمش قوي، ما تكونش هرمية. معلقتين صغيرين ممسوحين، ومعلقة برضو صغيرة ممسوحة من البيكنج صودا اللي هي الكربوناتو. يبقى معلقتين صغيرين من البيكنج باودر ممسوحين، ومعلقة واحدة بس صغيرة من البيكنج صودا برضو تكون ممسوحة مش هرمية، ورشة من الملح. واقلبهم برضو كويس جدا مع بعض دول كده بالمضرب لحد لما اتاكد ان الدقيق معايا اختفى بالشكل ده. شايفين القوام؟ انا هنا حسيت ان القوام لسه يعني خفيف شويه، فحطيت بس يعني حوالي معلقه ونص من الدقيق، مش اكتر من كده. دي بتختلف على حسب يعني انتي وزنت المية قد ايه او كده، بس هي في الغالب بتاخد من كوبايتين دقيق. ممكن تزودي عليهم معلقه ونص يعني على حسب القوام. احنا عايزين القوام اللي انتوا شايفينه ده، ولا هو سايل قوي زي المية ولا هو تقيل قوي. شايفين قوامه؟ ما شاء الله تحفة. طبعا الفرن مشغلينها من اول ما بدأنا في الكيك عشان تسخن معانا كويس قوي. وجبت صاج كده، انا الصاج اللي استخدمته 30 في 40، حطيت فيه ورقة من الزبدة، وهدخله الفرن على درجة حرارة 180 من 10 ل 15 دقيقة، مش اكتر من كده. لاني طبعا يعني الصينية يعني الارتفاع بتاعها قليل، او الحجم الكيك ارتفاعه قليل، فعلشان ما ينشفش معانا في الفرن. وخصوصا الكيك ده بيطلع بقى هش وطري جدا وحلو جدا جدا. قبل كده ما ادخله الفرن بعمله كده بالخله، بشيل بس اي فقاعات من الهواء زياده، وبعد كده بدخله الفرن زي ما قلت لكم من 10 دقايق ل 15 دقيقه. يعني بفتح عليه وبختبره وبشوفه كده بالخله. لو طلعت الخله ما فيهاش اي عجين يبقى هو استوى معانا وبقى زي الفل. اول ما بيطلع من الفرن ده كده بيكون شكله، بغطيه وبسيبه. اهم حاجة اهم خطوة ان انا اسيبه يبرد تماما، مش بتعامل معاه ولا بقلبه ولا بحركه ولا باي حاجة، بغطيه وبسيبه يبرد تماما. وبعد كده بحطه في التلاجة وبشتغل فيه بعد ما يتماسك. يعني انا هنا كده سبته يبرد، بعد كده بدأت ان انا اقلبه واشيل ورقة الزبدة، لاني قوام الكيك ده هش جدا وطري جدا، فعايز كده معاملة خاصة في التعامل. فلازم يبات في التلاجة علشان اقدر ان انا اتعامل معاه. انا بقى كده ركنته على جنب. نحضر الكريمه او الحشوه بتاعتنا. تقدروا تحشوا اي حشوه، جناش، شوكولاته اقتصاديه، اي حشوه انتوا حابينها. انا هحشي هنا كريمه كده. جبت معلقتين كبار من السكر ونص كوبايه من الميه، وبدات ان انا اضربهم كويس جدا مع بعض بحيث ان السكر يدوب معايا. وبعد كده حطيت نص كوبايه من الكريم شانتيه. الكميه دي انا هعمل نص الصاج معاكم، والنص التاني هنعمله في فيديو تاني. الفيديو اللي بعد دوت هعمل لكم برضو فيه وصفه حلوه.
فيبقى كده احنا طلعنا من الكيكه اللي احنا عملناه صنفين حلوين جدا. انا هنا برضو حطيت عليها شويه من الكاكاو او تحط شوكولاته او جناش المتاح عندك، وبقلبهم مع بعض عشان تدينا نكهة الشوكولاتة. زي ما قلت لكم كده انا هستخدم النهارده نص الكيك اللي احنا عملناه، يعني نص المقدار اللي هو في الصاج دوت. النص التاني انا قسمتها نصين كده، بعد كده خدت منهم نص، النص ده قسمته برضو بالطول. ده اللي احنا هنعمله جاتوه، والوصفة التانية انتظروها بالنص التاني هتبقى معاكم في الفيديو اللي بعد ده. ابدا بقى كده اخد كده النص اللي احنا النص اللي هو نص الصاج، وبعد كده النص ده قسمناه نصين. يا رب كده تكون واضحة معاكم. بعد كده باجيب كده الكريمة وبابدأ إن أنا أفردها كده على النص الأولاني، بعد كده باحط الطبقة التانية، وأبدأ كده بالراحة برضه التعامل على إن زي ما قُلت لكم الكيك طري جدًا وهش جدًا، جدًا. باحط برضه طبقة كده من الكريمة على الوش كده بالشكل ده. وبعد كده بقى باعمل لها أي شكل من فوق، أي تزيين. أنا استخدمت أبسط حاجة، يعني أنا ممكن أستخدم الscraper اللي هو المشرشر، بس استخدمت الشوكة علشان دي المتوفرة في أي بيت. وأهم حاجة مش باقطّعه دلوقتي خالص، بادخّله التلاجة على الأقل ساعتين علشان أقدر إني أقطّعه وما يتفرفتش معايا ويبقى مضبوط كده. فدخّلته كده الفريزر ساعتين يشد كده ويمسك نَفْسه، وبدأت إن أنا أطلّعه. وطبعًا السكينة معايا تكون باحطها في مَيّة سخنة، أو بامسحها بعد كده بمنديل ما بين كل تقطيعة والتانية، وبابدأ إن أنا كده أقطّع الأطراف كده بالشكل ده، وبابدأ إن أنا أقسّمه بقى وأقطّعه. بيطلّع لنا حوالي يعني من 5 ل6 قطع، على حسب التقطيعة بتاعتكم. ما شاء الله يعني اقتصادي جدًا، جدًا زي ما قُلت لكم، من غير بيض، من غير حليب، ومطلّع لنا الجمال اللي أنتم شايفينه ده. الكيك طعمه في منتهى الجمال، ما فيهوش أي زفارة، طعم ونكهة الكاكاو ظاهرة جدًا. عشان كده قُلت لكم استعملوا نوع كاكاو يكون ممتاز وحلو جدًا وواثقين منه. شايفين بقى كده الجاتوه؟ حطيته كده في الطبق، وزيني بقى من فوق أي تزيين يعجبك، المتاح عندك شوكولاتات يعني أي حاجة تزيين من فوق، صوصات، اللي متوفر عندك زيني بيه. أنا كده حطيت هنا شوية من الشوكولاتة اللي هي بتتعمل في القوالب السيليكون دي بالشكل ده، وحطيت برضه شوية من sprinkle يعني اللي كان متاح عندي حطيته، وطلع لنا بالشكل والجمال اللي انتم شايفين ده. أسهل وأسرع جاتوه شوكولاتة ممكن تجربوه. انتظروا الوصفة الجاية، عاملين منه كبات تحفة جدًا بالنوتيلا، إن شاء الله تعجبكم برضه. أتمنى الوصفة النهارده جاتوه الشوكولاتة الاقتصادي جدًا، جدًا، جدًا يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.